معقول شوية رز على حليب يعملوا الجمال ده كله والتوفير ده كله؟ لا لا، بجد اقسم بالله حاجة كده خيال. ريحتها قلبة الشقة كلها من جمالها وطعمتها. هعملها كل يوم، ولادي حبوها قوي قوي. هتجيبي كده كوبايتين من الرز، غسلتهم وصفيتهم وحطيت عليهم كوبايتين من اللبن، ونقعتهم كده مع بعض وسبتهم نص ساعة. بعد النص ساعة جبت 3 بيضات، ويكونوا بحرارة درجة الغرفة، يعني ما تكونيش كده جايباهم من التلاجة. وهنزل بشوية كده من الفانيليا، كان عندي فانيليا سايلة بس شوية صغيرين، حطيت فانيليا سايلة وكملت بفانيليا باودر. بس بصراحة الفانيليا السايلة بتكون أفضل بكتير. ونزلت كده بكوباية سكر، كل المقادير بنفس معيار نفس الكوباية. وهنزل كده بنص كوباية من الزيت، زيت ذرة. وهبدأ أحط كل ده في الخلاط وهضربهم ضربا مبرحا. شفشق الخلاط ده ساعته كبيرة وحلوة وبياخد كمية كبيرة ما شاء الله. هضربهم كويس جدا جدا مع بعض. هنزل كل الخليط بتاعي كده في البولة، ويلا بينا كده ننزل بكوبايتين من الدقيق. تمام. طبعا قبل ما ننزل الدقيق لازم كده ننخله بأي مصفى كده عندك ونخليه. نزلت كده أول كوباية، وهستخدم بقى المضرب بتاعي وهقلب كده علشان الدقيق يختفي كده تماما. هجيب كمان كوباية. اهم حاجة يكون الخليط معايا ولا تقيل ولا خفيف. هنزل بقى بكيس من البودر، بيكنج باودر، وعليهم ذرة كده من الملح، حاجة بسيطة كده خالص. وهنخلهم برضو كده بالمصفى، وهقلب كل ده كده بالمضرب. حسيت ان الخليط معايا خفيف شوية، فحبيت ان انا اتقله، يعني يكون كده متوسط. اهم حاجة يكون الخليط قدامك كده متوسط، ولا خفيف ولا تقيل. خد معايا بالظبط 3 كوبايات الا ربع دقيق، وبقت معايا بالقوام الجميل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا بقى حاجة كده تحفة. في الوقت ده انا كنت مشغلة الفرن والشواية، وجبت معايا صينيتين 2 دهنتهم بالسمنة وعفرتهم كمان بالدقيق. شايفين الجمال ده كله؟ بص، عايزة اقول لكم بقى طعمها روعة خيال. دخلتها الفرن واختبرتها ولقيتها طالعة كده بعد نص ساعة و5 دقايق مستوية وزي الفل. بدأت ان انا اقطعها. حلاوتها بقى ان هي مشبعة، ان هي حلوة جدا، ان هي تحس ان هي مرملة كده من جوه، مش طعم الكيكة بتاعتنا اللي هو العادي. حاجة كده مختلفة، حاجة كده طعمها فاخر من الآخر. تقدري بقى تحطها لأولادك كده في اللانش بوكس وهم رايحين المدرسة، أو يفطروا بيها كده في البيت جنب كوباية لبن، أو انتي جنب فنجان قهوة أو كوباية شاي. بس بصراحة حلوة قوي قوي قوي. جربيها وإن شاء الله هتعجبك.